اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى اخوات؟ يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا في الدنيا يا رب. النهارده ان شاء الله نعمل كده فيديو مشتريات اول اسبوع من شهر ديسمبر باذن الله. كل شهر وانتم طيبين. هنشوف بقى مع بعض كده الاسعار يا جماعه نار جدا، يعني الله المستعان. كل يوم الحاجه بتروح في حته تانية، الله اعلم بقى الاسعار هتوصل فين تاني. معايا اول حاجه هنبدا بيها بسم الله. هنقول معايا الصابون. انا جبت الصابون دوت. الاربع صابونات كانوا عاملين 22 جنيه، تمام كده. فبصراحه لقيتهم عرض حلو فروحت جايباهم. الصابون ده اسمه جنى او جيني او حاجه زي كده. وجبت كمان معايا قالب الزبده جنة ده، حلو جدا، انا جربته قبل كده عجبني. كانت عامله 55 جنيه. طبعا الاسعار معايا بالفاتوره، خلاص علشان لاني ساعات بنسى. وجبت كمان الزبده دي حلوه قوي، زبده الجنه، ريحتها جميله جدا جدا. فلما جربتها وعجبتني رحت جايباها. وجبت كمان معايا زيت الحلوه ده 2 لتر ونص. كان عامل معايا 84 جنيه. انا مش عارفه الصوره مش واضحه قوي، بحاول اقرب لكم من الاسعار. اهو الزيت عامل معايا 2 لتر ونص ب 84 جنيه، برضو غالي جدا، بس دي كانت ارخص حاجه هناك في الزيوت يعني. وجبت كمان معايا التيمز ده، كان حلو قوي عجبني طبعا. قلت بقى لازم اجيب حاجه للولاد. جبت التيمز ده يفطروا بيه كده الصبح قبل ما ينزلوا المدرسه. كان عامل 37 جنيه. وجبت كمان قهوه ابو عوف، القهوه الساده طبعا دي انا بحبها جدا. كانت عامله اللهم صل على النبي 23 جنيه. خلاص، طبعا انا جبتها قبل كده كانت عامله 21. طبعا الشهر ده عامله 23 ونص كمان يعني. وجبت كمان الجبنه الموتزاريلا دي اللي هي جرينلاند. الحجم بتاعها 325 جرام، عامله معايا 41 جنيه. كل حاجه معايا بالفاتوره. طبعا بصوا الاسعار اختلفت جامد يعني. يمكن حاجه يعني ارخص حاجه معايا هي المكرونه ستار دي. انا بحب النوع ده من المكرونه جدا. كانت عامله معايا 6 جنيه، الكيس عامل 6 جنيه برضو والاطيب. جبت كمان الكيسين دول، كانوا اخر كيسين على فكره. فلقيت الكيس اللي هو الرفيع ده والخواتم كانوا اخر كيسين برضو، رحت واخداهم. الكيس برضو زي ستار، نفس السعر، عامل برضو 6 جنيه. خلاص كده طبعا سعرهم مناسب، لان في اماكن تانية ب7 جنيه. مش عارفة بقى ده كان عرض ولا ايه، بس هما كانوا اخر حاجة معايا طبعا. وجبت كمان معايا اللهم صل على النبي السكر. جبت 3 كيلو من السكر طبعا، لان انا كده كده بصرف تومين، بس قلت اجيب بقى سكر ابيض علشان لو حبيت اعمل حلويات، حبيت اعمل رز بلبن، اي حاجة يبقى معايا السكر النزيف دوت. كان عامل معايا كام هشوفه لكم دلوقتي. خالتي بهية، السكر عامل 16 جنيه 95 قرش، يعني 17 جنيه. تمام كده، الله المستعان. وكمان جبت كمان رز الواحة ده. هو مش حلو قوي يعني بصراحة، هو مكسر، بس حلو يعني، هو انضف من رز التومين وماشي الحال. هجيب لكم سعره دلوقتي. اللهم صل على النبي. رز الواحة، ثواني بقى هجيبه لكم كده. هو عامل 13 جنيه ونص، يعني ايه، 13 ونص. حلو برضو. جبت 4 كيلو من الرز. رز الواحد هو مش حلو قوي يعني، بس يعني نمشي الحال بيه. وجبت كمان الدقيق العراف. هو كان اسمه كده، اول ما بلاقي طبعا مكتوب عليه دقيق يعني لجميع الاغراض وكده. جبته منه. اللهم صل على النبي. الدقيق العراف ده برضو عامل 15 جنيه 95 قرش، يعني 16 جنيه. يعني الكيلو عامل 16 جنيه، يعني حلو. يعني في اماكن تانية ب17. بس يعني بالنسبة ان هي دي مثلا حاجات عليها عروض. فلما بتيجي تشتري حاجات بقى بتبقى يعني حاجة كويسة ان انت بتشتري حاجة جملة، فبتلاقي فيها وفر عن ما بتجيبي حاجة حاجة يعني. وهنشوف جبنا ايه تاني ان شاء الله كده معانا. يعني انا بقول لكم الحاجات دي كده بس، هي نفس الحاجات اللي انا بجيبها، بس هي اختلفت ان الاسعار غلت يعني. ده الاختلاف، ان انت يعني كل ما بتروحي كل شهر بتشتري حاجه. يعني الزبده لو مثلا بتجيبيها ب 45 بقت ب 50، لو ب 50 بقت ب 55. هو الاختلاف في الاسعار دي. هو ان شاء الله الفيديو بتاعنا مش طويل قوي، بس يعني ان شاء الله كده قلت اعمل معاكم كده فكره. واللي يعني اللي ياخد بكره ويشتري، اللي ياخد فكره ويروح يشتري بكره مش هيخسر حاجه. وجبت كمان بقى السبانخ، كانت حلوه جدا النهارده. لقيتها كانت ب5 جنيه كيلو، فجبت كيلو بصراحه. وجبت الخضره، لان انا بفرز منها وبستهلك منها يعني. باخد نص بعمله والنص التاني بفرزه. انا يعني على طول بحب لما انزل السوق بشيل مبلغ كده مثلا 10 15 جنيه، بجيب منهم اي حاجه افرزها. اقول السبانخ،
فاصوليا، بسله، جزر، اي حاجه بيبقى معايا كده 10 جنيه زياده على على المصروف، لاني بحب اجيب اي حاجه تتفرز. وجبت كمان الفرخه دي، كان عامل معايا الكيلو ساعتها ب 36 جنيه، جبتها معايا. وكان كمان معايا الطماطم دي حلوه كده، هي مش حمرا قوي يعني، وسط. جبت منها الكيلو كان ب6 جنيه، فكانت حلوه برضو مش وحشه. قلت ايه يعني من ضمن المشتريات. وبحب قوي لقيت بقى البطاطس الصغنونه دي اللي هي البيبي بطاطس دي، بتبقى حلوه قوي لما بسلقها كده وبحمرها في شويه زيت وترش عليها بقى دقه، بتبقى في منتهى الجمال. بقى تعمليها مع القرنبيط، تعمليها مثلا مع على الفطار، بتبقى حلوه قوي. وبقول لكم اللفت اهو خلاص قرب يخلص، والليمون بتاعنا خلاص قربت افتح عليه. بس قلت نعمل معاكم كده فيديو مشتريات. قلت ايه اللي عايز برضو ياخد فكرة عن الاسعار. بصراحة يا جماعة الاسعار مش حلوة جدا، وربنا يستر من اللي جاي. وان شاء الله يعني هم بيقولوا ان في زيادة في الاسعار، والله اعلم هتوصل لفين تاني. وده كده يعني انا هحاول برضو الدقيق ده، انا ممكن ما استهلكوش كل الشهر ده واشيل منه باذن الله رمضان. هحاول من دلوقتي باذن الله نعمل كده، كل ما ننزل نشتري حاجه نشيل منها حاجه كده، نعمل كرتونه لرمضان، نشيل منها مثلا كل مره كيلو رز، 2 كيلو دقيق، كيلو مكرونه كده. نحاول بقى نشيل من دلوقتي كرتونه لرمضان، علشان باذن الله ما نجيش في ساعتها ونتزنق. ويا رب كده يكون الفيديو النهارده استفدتوا منه، او قدرت اوصل لكم اي حاجه. طبعا ده ملوش علاقه بالتومين خالص، احنا لسه ما جبناش التومين. فبإذن الله يكون الفيديو عجبكم خفيف، استفدتوا أي حاجة منه. الله المستعان، ربنا يقوينا يا رب ويرحمنا من الغلاء ده ويهونها علينا بقدر المستطاع. يعني ما قدامناش غير ان احنا ندعي ربنا. بنحاول نوفر ونحاول يعني نقلل شوية من الاستهلاك او لامكانياتنا. لو انت مثلا بتستهلكي 5 كيلو رز هيبقوا 3، لو بتستهلكي مثلا 3 كيلو مكرونة هيبقوا 2. لان الحاجه غليت، يعني الاول كنا بنشتري على اساس ان الحاجه في المعقول وفي المتهاود، لكن دلوقتي الحاجه فوق الطبيعي. طبعا لما بنزل بقى بضطر اجيب حاجه لاولادي بقى تفرحهم كده، فما لقيتش احسن من التيمس ده. بعمله كده في اللبن على الفطار، بيفطروا بيه قبل ما ينزلوا المدرسه، فحاجه برضو حلوه وكويسه. وطبعا الزيت ده برضو موفر على قد كده، على قد ما هو غالي وحراق شويه، بس بلاقي معايا كميه ما بيتهدرش. بركه في بركه يعني، عن ما بتجيبي الازازه كيلو كيلو. واساسي طبعا القهوه. فطبعا لازم نركز على الاساسيات اهم حاجه. غير بقى ما فيش بقى حاجه اسمها ترفيه زي الاول، الله المستعان. والبيض برضو كرتونه البيض لقيتها غاليه جدا فما رضيتش اجيبها. ويا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. محدش يتضايق جدا يا جماعه، الله المستعان. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.